الولد ده بيحط موظف للعربيه عشان ما تتحركش، وصاحب العربيه لما بيركب عربيته بيحاول يشغلها بس مش بتشتغل معاه، وبينزل يشوف العيب من ايه، ولما بيلف الولد بيلف معاه عشان ما يشوفوش، وبيلاقي موزه محطوطه في العربيه عشان كده مش بتتحرك، وهو بيشيل الموزه الولد بيجري وبيسرق العربيه وبيطلع يجري، والولد بيطلع يجري وراه بس ما بيلحقش. بعد كده بيتصل بالشرطه عشان يستلم العربيه، وفي ضابط بيرفع عليه السلاح وبيقول له ارفع ايدك وبيقبض عليه، وبيقول له انت سارق العربيه دي، والولد بيقول له انت فاكر ان انا مش هجيبك، وبقول لهم انا اتصلت بالشرطه عشان تستلم العربيه، وبقول انا عملت كده عشان هو كان سكران جامد وهو ما ينفعش يسوق، ولو مش مصدقين تقدروا تكشفوا عليه، وبقول لهم ده كذاب انا مش بسكر، ولما بيكشفوا عليه بيلاقيه فعلا سكران، وبيفكوا الولد وبيقبضوا عليه هو. وبعد سنه الولد بيخرج من السجن وبيلاقيه قاعد في الشارع وبيمسك الاكل بتاعه وبيرميه على الارض، وبيقول له انت دمرت حياتي، عربيتي سحبت مني وخسرت شغلي وخسرت مراتي وابني لما عرفوا اني مدمن، وبيقول له لو عايز ترجع مراتك وابنك تعالى معايا، وبيروح ويوديه على مصحه الادمان، وبعد شهرين الولد بيخف والناس كلها بيسقفوا له، والولد بيقول له انا فخور بيك، وبيرجع له مراته وابنه، والولد بيكون فرحان جدا. لو بتشرب اي دخان بطل عشان نفسك واهلك وبيتك، وكل جنيه بتصرفه على الدخان انت اولى بيه.